بونسوار فراس، هلا تحية كتير كبيرة لدكتور جمال. عندي هلا بس سؤال لإلك، تفضل. كيف شفت تمثيل ماجي هيدي السنة بمسلسل بالدم؟ وبدي أقول لك إنه كل سنة عم تتألقوا أكتر من سنة بالأعمال الرمضانية، وأكيد أكيد النمبر 1. ثانك يو. ماجي ممثلة شو بيقولوا بدون شهادة حدا، يعني ممثلة لا غبار عليها، وماجي خبرة بالتمثيل، منا جاي هلا تمثل كل عمرها. انا بعرفها من ايام مسلسل الخوالي تبع بسام كوسة، اذا بتتذكر. ايه طبعا. اكيد انت ما لا بتتذكر. بعرفه بالتسعينات. هلا ما بدنا نكبرها كتير، بس كانت بعدها ولد بس مثل مقاطع حلوة بالمسلسل، كان لها دور وبين انها ممثلة موهوبة وحلوة. إيه. وبعدها لهلا حلوة، وممثلة حلوة كتير، وبتعرف تعمل شخصيتها، وعندها هيك تحسها الشخصية القوية. بس أنا نفسي شوفها بشي عمل تاني، مش كوميدي أكيد، تكون الشخصية الضعيفة المكسورة المهزومة. تكون لأنه تركيبة وجهها لماجي بيوحي دايما بالقسوة بالجدية، شخصية مسيطرة. ما بدي إياها أنا عطول تضل بهيدا الكاركتر. أنا حابب شوفها مظلومة معذبة. هون بقى بدي شوف إذا بتنجح مع الخبرية ولا لا. بلا عم تقلك مع احترامي إلك دكتور جمال، بس بلبنان بتصير ايه، في خي ببيع اخته كرمال المصاري، في رجال بتبيع نسوانها كرمال المصاري. غير موضوع، بس أنا فاهمين شو قصده. غير هيدا اللي عم بحكيه أنا بالشكل اللي صار، غير إنه عم بوعد أنا إني أنا بقنعها تتجوزك. غير الموضوع لما يكون موضوع الدعارة والقصص الثانية. يعني هو عم يقنعه وهي شخصيته قوي، ما قبلت معه طبعا. بس انه المختار مفروض مختار، يعني بيفهم مصدقه انه انا بقنعه هيك قصدي، يعني عم يعطيه مصاري. فويس نوت جديد. بونجور فراس، هلا حييك. هلا ساندرين، ثانك يو. حيي ضيفك، عم بسمعكم كنت كل الطريق. حابة بس وجه مسج صغيرة انه your guest عن جد الأوبينيون تبعه كانت كتير نيجاتيف. سوري عن جد مع احترامي، بس ما لقينا ولا تشجيع ولا سبورت لحيلا مسلسل. even الأوبينيون تبعه منا صريحة، مو مثل الحقيقة بصيرها أبدا. خاصة ساندرين؟ مسلسل بالدم، لأنه أنا عم تابعه، يعني الباقيين ما كتير عم تابعهم لأكون صريحة، ما بلحق يعني. بس بالدم خاصة عم بيقول عن الحلقات مملة وفيها تختصرهم ب 15 حلقة. سوري بس كل حلقة قد فيلم، قد مسلسل، كل حلقة بصير فيها أحداث قد فيلم. يعني اشتقنا لهيك مسلسلات، نحن اشتقنا لمسلسلات تشبه مسلسلات نتفليكس الأصلية. ايفن بكل حلقتين بيكون في ضيف شرف. ما بعرف شو يعني الملل بالنسبة له. وبالنسبة لخبرية المختار وخيال حنين، هو مش قصة تتفق معه، وهيدا الشيء ما كان حيصير. هو الفكرة كلها انه عم بيضحك عليه، انه هي ما رح تصير، ولا البنت حتقبل، ولا اهل البنت حيقبلوا. قلناها انه هي ما حتصير، وعارف يعني. هلا بالنسبة لها انه انا نيجاتيف، وانه انا عم بحكي انه يمكن في كل انسان بيبقى بيشوف العمل بطريقته. صحيح. في اعمال بتعجبك انت ما بتعجبني، في اغنيه بتعجبك انا ما بتعجبني، صحيح. وبتعجبني انت ما بتعجبك. يعني انا اليوم اذا عم بسمع اغنيه لأم كلثوم بنتي بتقلي ضيقت لي خلقي، انت بتكون بالوقت مسلطن. اللي انا بكون مسلطن بسابع سما. يعني غير موضوع، هذا حسب الاحساس. الأحداث بالنسبة مش معناها كل مرة نعمل مشكل ويتخانقوا اثنين وإنه عملنا حدث. في انعطاف بالأحداث بتصير. مش عم أقول أنا إنه كل الأحداث مملة، أنا قلت إنه في بعض الأحيان عم نحس إنه في ملل، وفي بعض الأحيان في أحداث منا مبررة إنه تدخل فيها تقصة وتشيلها وما بتأثر على السياق العام. فأنا بقدر إنه مش دايما رأيي هو الصح، ولا انه ممكن يكون يوافقوني كل الناس عليه، ولكن في بعض الناس ممكن لك ايه مزبوط انا هيك فكر. صحيح. فهذا لا يفسد للود قضية. بالنهاية نحن طبعا. عم نعطي آراء مبنية على انطباع شخصي.